من صدر واحد بس من الفراخ هتعملي وجبة غدا خطيرة بشكل مش طبيعي، تكفي من 3 ل4 أفراد، مختلفة ومنجزة جدًا وسريعة، عايزة أقول لِك ما بتاخدش يعني أقل من نُص ساعة وبتكوني عملتيها، بجد طعمها رهيب هتعجب كل اللي يدوقها، وهتعجب الأولاد جدًا، جدًا، بُصّي هيطلبوها كل أسبوع حرفيًا. سمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أول مرة تشوفوني دي قناتي لولو أيمن، يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك وشير بقى، شير لكل معارفكم وأصحابكم وحبايبكم. عندي كده صدر من الفراخ هنقطعه كده مكعبات، قطعوه التقطيعة اللي تحبوها، التقطيعة مش هتفرق معانا، عايزين تقطعوه مكعبات صغيرة، مكعبات متوسطة، ممكن كمان تعملوا شرايح كده زي الكبدة، براحتكم والشكل اللي تحبوه. أنا هنا قطعته مكعبات كده متوسطة. هو صدر واحد بس هيعملك وجبة متكاملة وطعمها في منتهى الجمال، هتحبوها جدًا صدقوني، هتعجبكم جدًا، جدًا. قطعته كده بالشكل ده. الأول قبل ما أبدأ بالوصفة لازم أتأكد إن ما فيش أي زفارة خالص في الفراخ، نقعتها كده حطيت عليها ملح وليمون رشة كده صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة خل، هاسيبهم كده 5 دقايق بس. عندي طاسة على النار حطيت فيها شوية من الزيت، هانزل بقى بالفراخ بعد ما غسلتها وصفيتها كويس أوي من المَيّة، هانزل كده بيها في الطاسة تاخد صدمة، مش هاقلب الأول، أستنى بس لما تاخد بس لون خفيف كده من تحت وبعد كده أقلبها تقليبتين 3 كده، وبعد كده هانزل بالبهارات نُص معلقة من الملح والفلفل الأسود، البابريكا، بهارات فراخ، وكمان نُص معلقة من الكاري، ورق لورا وحبهان، هاكتب لكم البهارات دي في صندوق الوصف. طبعًا كل حاجة من البهارات دي طعمها خطير وبيفرق جدًا في طعم الفراخ. حطيت كمان كده رشة صغيرة خالص من الكركم. شايفين اللون الخطير ده؟ حاجة كده في منتهى الجمال. كده الفراخ استوت يعني 3/4 سوا، هاطلعها كده في طبق على جنب، والزيت بتاعها كده هاشوح فيه بصلاية متوسطة، هانزل ببصلة متوسطة كده مقطعاها مكعبات، هاديها تشويحة كده بسيطة، هازود بس كده معلقتين زيت واديها تشويحة بسيطة على النار، يعني يادوب بس البصل يدبل معايا، مش عايزاه يحمر، هو يادوب ياخد يعني يدبل كده بس. هانزل عليه كمان بفصين من التوم. طبعًا اعملوا الخطوات دي ما تزودوش ولا تقللوا حاجة علشان تاخدوا الطعم المطلوب، طعمها خطير بشكل مش طبيعي بجد، جربوها لازم فعلًا تجربوها، وهم بجد يعني المفروض آخد براءة اختراع بقى على الوصفة الخطيرة دي. هنشوح كده البصل والتوم مع بعض شوية، يادوب بس يدبلوا كده يطلع بس ريحة التوم، هانزل بفلفل ألوان، طبعًا انتِ ممكن تعملي أي فلفل موجود عندِك، فلفل أخضر وفلفل أحمر، أنا هنا كان عندي فلفل ألوان كنت مقطعاه شايلاه في الفريزر استخدمته، وحطيت عليه كمان فلفل أخضر. طبعًا يدبلوا كده مع بعض كويس، هانزل بقى عليهم بالفراخ، نفسي بقى تبقوا معايا وتشموا الريحة الخطيرة، بجد ريحة وهمية. هاحط عليها هاغطيها كده واسيبها تستوي، بس الأول هاحط عليها ربع كوباية كده صغيرة من المَيّة، عشان أضمن إن هي ما تنشفش كده معايا وتتحرق. هاغطيها كده بورق فويل واسيبها بقى تستوي كده على جنب. تعالوا بقى نعمل شوية رز مصري بطريقة خطيرة. عندي كده بصلاية متقطعة هاسيبها تحمر كده شوية مع حبة زيت، يعني تاخد لون خفيف كده، وانزل بقى بالبهارات البسيطة بتاعتنا، متفقين إن احنا ما بنحبش طعم البهارات، فهاحط مكعبين من المرقة، نص معلقة من الكركم ونص معلقة من الكاري، بس كده، نص عود من القرفة وحبتين كده من اللومي اللي هو الليمون المجفف ده. اما يتشوحوا كده مع بعض كويس هنزل بكوبايتين من الرز مغسولين كويس ومتصفيين من المية، هشوحهم كده بقى مع بعض دقيقتين 3 لحد ما كل الرز يتغلف بالبهارات والبصل اللي احنا عاملينه ده. ريحتها خطيرة ولونها في منتهى الجمال. هزود بقى عليها يعني يدوب ربع معلقة كده من بودرة الزعفران، بتدي طعم تيست حلو قوي وكمان لون حلو برضو. شايفين يدوب كده سنة صغيرة كده من بودرة الزعفران، تفرق جدا في الطعم واللون كمان. شوحهم كده مع بعض كويس قوي.
واحط عليهم بقى ميه مغليه. لازم متفقين ان الرز لازم يتعمل بالميه المغليه، يا دوب كده الرز الميه تغطي الرز كده، يبقى الرز باين منها يا دوب يعني معلقه ميه كده فوق الرز. هسيبه بقى لما يتشرب، وبعد كده اهدي النار عليه شمعة لحد لما يستوي. نرجع بقى للفراخ، استوت وبقت تمام زي الفل. خطوة بقى الفحمية دي مهمة جدا، يعني طعم الفراخ كان حاجة قبل الفحمية، وبعد الفحمية دي بقى حاجة تانية خالص. بجد لازم تعملوا الخطوة دي، مهمة جدا. سيبها بقى البخار يتكتم كده لحد لما تاخد كلها طعم وريحة الفحم. مش عايزة اقول لكم الجمال والحلاوة والطعامة واللذاذة اللي موجودة دلوقتي. طريقة التقديم طبعا يعني حسب ذوقكم انتوا. ممكن تحطوا كده رز على جنب، جنب كده في طبق صغير، وتعملوا الفراخ كده جنبه على شكل هلال. بيبقى شكلها تحفة طبعا. يعني كل واحد طبق كده رز عليه شوية فراخ كده في جنب على شكل هلال كده. او ممكن تعملوا زي ما انا عملت، حطيت الرز كده وفوقه قطع الفراخ. بجد هتعجبكم جدا، انا واثقة ومتأكدة. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. عملت عليها كده رشة من البقدونس، تديها بس تكسر اللون، تديها شكل حلو. بطاطس محمرة طبعا، بطاطس محامير. ممكن تحطوا كمان جنبه كاتشب او صوص الدقوس لو حابين تعملوه. بس انا فرهدت بصراحة في الحر ده، فاكتفيت بقى ان انا احط كاتشب معاه وخلاص. طعمه خطير خطير بجد بشكل كده مش طبيعي. شايفين اللون والطعم؟ حاجة كده خيالية في منتهى الجمال. يا ريت بقى لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وشير بقى لكل اصحابكم وحبايبكم عشان يشوفوا العظمة دي.